وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. الحقيقة في مشاكل في خدمة العملاء. دايما في أي شركة في القسم بتاع خدمة العملاء بيبقى في مشاكل. حل المشاكل ديت ممكن أما بيجاب على شكل شركة أو مصر الشركة كمؤسسة كبيرة، أو يبقى حل المشكلات بيبقى طريقة غلط. وبتكلم عن الأسلوب على فكرة. ممكن يبقى هو طريقة اللي تسوق سمعة الشركة، ويبقى المأخوذ عن الشركة هو السوء، ان المعاملة سيئة والناس بتتعامل بشكل سيء وكل هذا الكلام. في خدمة العملاء وانت بتشتغل في اي خدمة عملاء بيقولك لو العميل مثلا اتعصب او شتم، حاول ان انت بمعنى كده ادق تحاول تهندل العميل، تفهم العميل وتاخد منه المشكلة وتفهم منه المشكلة اكتر، وتحاول تعترف ان احنا فعلا عندنا مشكلة. ويمكن ده هو الاسباب اللي بتخليك اول حاجة في اي مشكلة بتتقالك بتخليك تهدي رتم المكالمة او تهدي رتم صوت العميل. يعني انت بتكلم عميل قال له السلام عليكم، النت شغال، انتوا ما بتردوش ليه؟ عمال بقالي نص ساعة. هو عنده مشكلة. لما حضرتك بتقول قال له السلام عليكم، اهلا وسهلا حضرتك، ممكن تعطيني مشكلة؟ اللي بيضايق العميل ان انت حضرتك بتقول له ايه المشكلة، فهو يقعد يكلمك في المشكله نص ساعه، فبقى كده تقول له راستر الراوتر، او مثلا تروح انت قايل له طب اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ طب ما انت عرفت المشكله. آه رقم واحد في حل اي مشكله في خدمه العملاء، اولا افهم المشكله، اعرف طبيعتها، ابدا اهدي العميل، اعترف ان انا عندي خطأ من عندي، او الخطأ مثلا راجع لشيء تقني اخر لازم اعرفه للعميل عشان يهدى واقتنع انا من جوايا ان انا مثلا عندي مشكلة. لان انا كخدمة عملاء او واحد كول سنتر قاعد بشتغل، انت مش دورك انك تتخانق مع العملاء او حتى تستفزهم بقولة ان انت تسمع منه المشكلة كلها وفي الاخر تقول له طب اعمل لحضرتك ايه، اقدر اساعدك ازاي؟ ما هو انت كده بتستفزه. انت مش قادر تتقبل المعلومات اللي بيقولها لك وتحل فيها. فهي دي برضو من المشاكل السيئة في اي خدمة عملاء. على فكرة البيزنس ايا كان او اي مشروع او اي شركة، سواء كان شركة اتصالات او شركة سياحة او شركة كذا، الواجهة الامامية بتاعت اي شركة انا هاخد عنها فكرة كويسة انا كعميل هي خدمة العملاء. واحد ليا باسلوب كويس وعملة كويسة، ومثلا بلاقي من رتم كلامه ان هو فعلا قاعد راجل عايز يساعدني، مش راجل قاعد عايز يسمع 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 وفي الاخر مفيش اي حاجة بتحصل. انا عارف ان بيبقى في ضغط على خدمة العملاء، وبيبقى في مشاكل جدا على ان لما بتحصل مشكلة العميل عايز يحلها في وقتها. بس انت موظف شغال في خدمة العملاء او ككول سنتر، حاول قبل ما تيجي تقعد تشتغل في اي مكان او وانت شغال تعرف على الاقل ايه المشاكل المشهورة وتظبط الحلول بتاعتها عندك وتكتبها في ورقة، بحيث ان انا النهارده كلمتك قالوا السلام عليكم، في حصل واحد اتنين تلاتة اربعة، هتديله الحل على طول. هتحل حتى المشكلة دي من عند دماغك انت. تمام. طب انا النهارده لو انا عرفت احل اموري في خدمة العملاء بشكل جيد، انت هتحول العميل اللي بيكلمك الحالي ده الى عميل هيرشحك لناس تانية، هيقول ده الشركة الفلانية لما حصل معايا المشكلة كذا ده كلموني واهتموا بالموضوع وحلوا المشكلة في ساعتها، وكمان طيبوا بخاطري وقالوا لي يا فندم مش عايزين حضرتك تتضايق، دي حاجة راجعة لتقنية كذا او حصل بسبب كذا، وتبدأ تحل المشكلة. جزء تاني برضو كتير جدا انا هتكلم عنه الفترة اللي جاية، شركات الشحن. شركات الشحن اللي مش قادرة تحل مشاكل خدمة العملاء او مشاكل توصيل الاوردرات في المواعيد بتاعتها، دي على فكرة بتبقى علامة سودة عليها، بتأثر جدا على شغلها. وعلى فكرة يا جماعة في اوقات كتير جدا التسويق بالمعنى الرقمي في مجالات مش هو بس السبب اللي بيجيب لك عملاء جديدة. لا، خدمة العملاء ده جانب مهم جدا، ممكن يجيب لك عملاء قد 80%. لان احنا في مصر انت حتى لما بتروح لدكتور سنان وتلاقي الدكتور كويس وبيستقبلك استقبال كويس وبيفهم منك مشكلتك ويعالجك فعلا كويس، تطلع مثلا لقيت واحد قريبك سنانه وجعته، ولا
او واحد صاحبك في الشغل ولا كده، انت بتقول له ايه؟ بتقول له والله انا رحت للدكتور الفلاني الفلاني، ده دكتور شاطر وكويس، انت طلعت سوقت له. فهي يا جماعة سهلة ان انت تحاول تبني براند وتعمل كيان يتعامل مع العملاء بشكل كويس ويحقق ده فعلا. طب تاني نقطة ايه؟ تاني نقطة ان حضرتك تتعامل مع الناس فعلا بأمانة ومصداقية. هي دي الحاجات اللي 50% من اي بيزنس هتبني لك سمعة تجارية فعلا، اللي هتجيب لك شغل وهتبني لك كيان وبراند عمره ما هيقع. يا رب نحط الكلام ده في دماغنا كويس جدا ونتعلمه. وانا ان شاء الله رب العالمين هعمل فيديو عن فنيات عمل خدمة العملاء، وازاي تبني علاقات جيدة مع العملاء بتوعك، حتى للناس اللي شغالة تجارة الكترونية او افيليت ماركتينج. كان معكم اسلام ابراهيم، دي قناة كبسولة بيزنس. سلام.